هي المفروض محايده اللي مش لا محايده. نفس القصه بقى تيجي تقول لك لا الزمالك السيف الجزيري مش ضربه جزاء خالص. لا السيف الجزيري في ما اعرفش ايه. يعني قصدي هو ده اللي انا بقوله، يعني ان التحليل بيبقى فيه زي ما يكون نوع من الايه، ان انت بتيجي على الزمالك طبعا اللي هو اساسا فوز شباب لوزداد على ارضه بضربه جزاء وهميه، والزمالك كسبان امبارح 3 منهم ضربه جزاء. الشباب لوزداد كسب 1-0 الزمالك بضربه جزاء مشكوك فيها 100% غلط. غلط. يعني هو 100% غلط. كسب بضربه الجزاء الغلط. يعني فاهم، حتى يعني الزمالك مثلا حتى لو حتى ما كمان كانش في ايده اساسا. الضربه الجزاء اساسا اللي اتحسبت للزمالك امبارح على سيف الجزيري ما كانتش الجون الاولاني كمان، مش هي اللي فتحت مثلا اللعب، انت كسبان 1-0 طب وهم وانت جبت جون ثالث. لكن سبحان الله يعني تركيز غير طبيعي على اي حاجه تخص التحكيم بالنسبه لنادي الزمالك. طيب متفائل يا كابتن؟ بص عندنا ماتش امبي اللي جاي. طبعا الانبي يعني بتتكلم على الدوري يعني انا لا، ما هو انت عارف الفوز على الترجي هيرفع معنوياتك شويه وبيخليك تكتسب ثقه. فالدوري الماتش الدوري ده مهم لان طيب. انت رايح بعديها هو لشباب لوزداد، هو اللي بيفوقك. عامة الفوز بيجيب فوز. الحالة النفسية الحلوة معنوية صح، خصوصا ان انت يعني انت عندك ادواتك. الكلام ده لو انت ما عندكش ادواتك